تحية طيبة مشاهدينا الكرام. ألو ألو يا هنبكة، لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. سلام يا واد عشان المعركة، وكمان سلام للست مع معركة. هرجت مخي، هي فين المعركة؟ كلمات للشاعر أحمد فؤاد نجم يتهكم في على الأنظمة العربية التي تتخذ من الأخطار الداخلية والخارجية ومن الصراع مع الأعداء ذريعة للحكم بالحديد والنار من المحيط إلى الخليج. هل هناك معارك يخوضها العرب فعلا كي لا يعلو أي صوت فوق صوت المعركة؟ أم أن القضية بأكملها مجرد هنبكة؟ كم من القمع والبطش والجرائم التي ترتكبها الأنظمة العربية بحق شعوبها بحجة الدفاع عن الوطن أو حماية الوحدة الوطنية أو مواجهة العدو أو تعزيز الأمن والاستقرار. هل يعني الدفاع عن الوطن أو امتهان كرامة المواطن العربي أمر حتمي لا بد منه؟ لماذا تدخل بعض الأنظمة العربية في حرب مع شعبها بشعب هش مغلوبا على أمره؟ هل الأنظمة العربية قوية وراسخة أم أنها أنظمة من كرتون بدليل أنها لا تتحمل رأي معارض من مواطن يأس؟ لماذا لا تحترم الدساتير العربية؟ هل هناك مبررات فعلية للعمل بقوانين الطوارئ أو ما شابهها في البلدان العربية قاطبة وخاصة منها دول الطوق التي ما زال بعضها في حالة الحرب مع إسرائيل أم العكس هو الصحيح؟ لماذا أصبحت بعض الأنظمة العربية تهرب كالجرذان وتفر بجلدها من تونس إلى الرياض خوفا من بطش شعوبها؟ ألم يقل الزعيم الليبي بأن الجماهير أصبحت تزحف نحو السلطة؟ لماذا رفض الأمر الواقع؟ أليست الجماهير الليبية والتونسية والمصرية زحفت نحو السلطة؟ أسئلة أطرحها على الهواء مباشرة على كل من الدكتور معمر القذافي زعيم القومية العربية، والرئيس محمد حسني مبارك من داخل السجن المصري، والرئيس المخلوع التونسي من داخل في البرج الخالي في الفج الخالي في الصحراء السعودية. مشاهدينا الكرام، نعود إليكم بعد ما نكمل حشان الفصاع من مدينة جابس.